اهلا بحضراتكم مره تانية. فقره دي فقره خاصه مع المطرب الشاب محمد محمود، واللي تم اعتماده في الاذاعه المصريه. صباح الخير يا محمد. صباح النور. في البدايه عايزه اسالك عن امتى بدات تكتشف نفسك ان انت مطرب؟ انا طبعا بدات اغني من وانا عندي 4 سنين. كنت في المدرسه في كي جي، من اول ما دخلت المدرسه كنت بغني اسماء الله الحسنى، وكنت بغني اغاني كتير، بس كنت بخش حفلات المدرسه. يعني كان كل شغل ان انا بخش حفلات المدرسه بس. وكان دايما المدرسين كانوا بيشجعوني وبيقولوا لي انت صوتك حلو وكده. بس يعني انت من صغرك وانت منتبه قوي لفكره ان انت هتبقى مغني؟ وانا بغني، بس طبعا كان الصوت لسه ما ظهرش قوي، ما اتظبطش يعني. ما ظبطش بالظبط. لما كبرت بقى شويه، يعني مثلا في اعدادي او كده، كان الصوت بقى ظهر كويس. دايما المدرسين كانوا بيشجعوني، ووالدي ووالدتي وكل اللي كان يسمع صوتي كان يقول لي انت لازم تهتم بموهبتك. كنت لسه هسألك على فكرة بابا وماما في البيت ما قلقوش من فكرة ان انت تغني، لان هيخليك تسيب بقى الدراسة وتنسى المذاكرة؟ هو كل واحد الحالة دي دايما بنقلق منها. هو كل واحد في البيت كان وجهة نظر. يعني بابا كانت وجهة نظره ان دي كانت ممكن تأثر على الدراسة كويس، وماما كانت وجهة نظرها ان ده ممكن يكون حافز للدراسة. يعني ممكن يكون الغنى ده حافز ان انت تتفوق في دراستك. جميل. وطبعا اي ست مصرية تقدر تقنع الراجل المصري يعني بأي حاجة. جميل. انت باباك اقتنع ان تمام فسابك تكمل في موضوع الغنى. الحمد لله. طيب اول خطوة عايز يغني لازم بيتدرب على الفوكال او تدريبات الصوت. صح. لان من غير تدريبات الصوت مش هيعرف امتى يقف، امتى يقول عربة، امتى يقول عالي، امتى يقول قرار، امتى الجواب، امتى يستخدم عربته يحطها في مكانها المظبوط عشان الصوت يبقى حلو. صح. انا يعني كانت المشكله عندي بس ان انا بدات في ثالثه اعدادي تقريبا، كنت بدات اروح الاوبرا عشان اتدرب. كويس. فكانت الفتره دي اللي هي انا ما عادش فتره كبيره، وبدات فتره تغيير الصوت اللي انا المفروض اريح فيها. مع مين كنت بتتدرب؟ دكتور محمد عبد الستار؟ ودكتوره ناديه، كان في كورال الاطفال، كورال تنميه المواهب. فالمشكله ان انا قعدت فتره مش طويله عشان بدات فتره تغيير الصوت دي. فكان لازم اريح فتره لحد ما اتم 16 سنه. دي حقيقه. فالحمد لله الفتره دي عدت، وهبدا بقى ان شاء الله اكمل تدريب، وبتدرب دلوقتي كمان على الجيتار. طب هاي نسمع حاجه؟ تمام. هتغني قديم بقى ولا حديث؟ لا، نبدا بقديم الاول. طب هاي. تمام. هغني اغنيه ليالينا الورده. هاي يلا نسمع. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا 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 وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي عالمينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي عالمينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا. مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا. وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة. وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة. والله جيتي علينا يا دنيا، جيتي علينا يا دنيا، وجيتي كتير على ناس قبلينا. انت عارف اجمل حاجة في الصوت لما يكون عنده احساس، مش بيغني لمجرد الغنى. وانت ربنا ميزك ان صوتك فيه حالة من الاحساس بالكلمات.
هكلمك بقى على فكرة الإذاعة. امتى فكرت انك انت تروح الإذاعة المصرية؟ الاول كنت في الاوبرا زي ما قلت لحضرتك، فكان في شخص في الاوبرا رشحني الاستاذ احمد شريف في الاذاعه صوت العرب واستاذه اميره المليجي، فرحت حضرت فتره هناك. كانت رمضان اللي فات ده، لا اللي قبله تقريبا. فرحت حضرت فتره هناك، وهو رشحني ان انا اروح التلفزيون ساعتها للقناه الثالثه في قناه القاهره. ومن ساعتها وانا بقدم برنامج اطفال مع 3 زمايلي تانيين، احنا الاربعه بنقدم برنامج اطفال لحد دلوقتي. كويس. وبعدين بدات تفكر فكره الاذاعه من ساعتها بقى ان انا يتم اعتمادي يتم اعتمادي كمان. وكمان فكرت ان انا اخش كليه اعلام في المستقبل ان شاء الله. طب كويس، يعني ده ساعدك كمان على تحديد حلمك بالظبط، انت عايز تعمل ايه. اكيد. طيب انت دلوقتي في سنه كام؟ انا داخل تانية سنه ان شاء الله. داخل تانية سنة. انت عديت مرحلة اللي انت بتنتظر فيها عشان الصوت يكتمل ويبقى خلاص جاهز ان هو يتمرن. صح. رجعت تاني تتمرن ولا؟ رجعت تاني ان شاء الله، بس يعني كمان هكمل تدريب بعد ان شاء الله، يعني فترة قريبة اول الشهر الجاي هبدأ تدريب ان شاء الله على الصوت. وانا كده كده بتدرب جيتار دلوقتي. هايل. مع مين جيتار؟ مع الجيتار مع ميس امل استاذتي انا في المدرسه. وفي حفلات بطلع انا بقى في حفلات المدرسه دلوقتي، بس المدرسه الجديده اللي هي في ثانوي. ومن ساعه ما دخلت من السنه اللي فاتت وانا بتدرب معاه جيتار. الحقيقه ان مركز تنميه المواهب بدار الاوبرا بيرعى كل المواهب الخاصه بالاطفال، واللي عنده طفل عايز يوديه مركز تنميه المواهب بيأهله بالظبط في اي مجال من مجالات الموسيقى او الغناء او حتى الباليه. كل التخصصات. طبعا اي حد بيبقى عنده موهبه اول حاجه بتيجي في دماغه ان هو يروح دار الاوبرا. دي حقيقه بس يمكن الناس ما تعرفش، فاحنا بنقول المعلومه. ايه رايك بقى يا محمد نسمع حاجه كمان؟ تمام. انا بس كنت عايز اوجه رساله بس اخويا الصغير، كل سنه وهو طيب، النهارده عيد ميلاده. الف خير. هتغني له حاجه بقى عشان عيد ميلاده؟ لا انا هغني بقى حاجه تانية. طبعا الاول بعتذر لامي لو كنت زعلتها في اي حاجه، وبشكر والدي ووالدتي، يعني مهما شكرتهم ان هم واقفين معايا مش هعرف اوفيهم حقهم. وكل سنه واخوك بالف خير وبصحه يا رب ان شاء الله. فهغني اغنيه لوالدتي ولوالدي كمان ان شاء الله. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. اطوي المدن واجيك عطشان لنور عينيك، اطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيك، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في حضنك يا امي. ايوه في حضنك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. امي يا حبيبتي انتي طول عمرك طايره بيا طايره بيا. امي وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا تخافي عليا. امي يا حبيبتي انتي طول عمرك طايره بيا طايره. امي وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا تخافي عليا. طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان، لو ده الكون عليا ليا في قلبك مكان. طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان، لو ده الكون عليا ليا في قلبك مكان. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في حضنك يا امي. ايوه في حضنك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن،
دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. احنا عندنا مفاجأة ليك، مامة محمد معانا على التليفون، مدام رانيا. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح النور يا فندم. اكيد حضرتك سعيدة بمحمد وموهبته الجميلة، تقولي ايه طبعا لكل الامهات ازاي تهتم بولادها وازاي تنمي مهاراته؟ انا شايفة ان لما نكتشف موهبة يعني لازم نودي الطفل المكان المظبوط، ولازم نهتم بالموهبة، ما نقولش ده هتعطله عن الدراسة، لا بالعكس. انا شايفة ان هو زي ما كان بيدي موهبته كان بيدي دراسته، يعني كان متفوق يعني الحمد لله. الاسر ما تخافش يا مدام رانيا وما تقلقش من فكره لا ده هيأثر على تعليمهم، لا ده هيخليه ضعيف في دراسته، لا انا لا خليني مركزه في موضوع المذاكره والامتحانات، وخاصه ان هو في الثانويه العامه يعني خلاص على ابواب مشارف الرعب زي ما بنقول. لا الحمد لله، اصل احنا اتفقنا انا وهو من الاول ان انا زي ما هنمي الموهبه دي وهروح معاك في كل مكان، انا هاخد قدام ده يعني تفوق ودراسه ما نقصرش فيها. وهو الحمد لله يعني محمد كويس ومجتهد ومؤدب جدا ومطيع وعمره ما زعلنا، يعني الحمد لله ربنا جمع فيه الصفات كلها الحمد لله. انا بشكرك يا فندم، شكرا على وجودك معانا وشكرا على التربيه الجميله وشكرا على اهتمامك بابنك. مدام رانيا والدة محمد محمود، والحقيقه انها داعمه ليه في كل مكان وهو كمان بيغني لها. شكرا يا محمد، الحقيقه انا سعيده قوي بوجودي معاك النهارده. لكن قبل ما تمشي عايزه اسالك على تجارب الاداء، تقول ايه انت بتحب تخش تجارب الاداء ولا؟ بصراحة حاولت كتير قبل كده اخش تجارب الاداء، بس يعني صادفني يعني كتير ان دايما بيبقى فيه سوء تنظيم، فالدنيا بتبقى صعبة شوية، بس طبعا دي بتبقى حاجة مهمة جدا لاي حد، وانا بحاول وهحاول كمان ان شاء الله. انا سعيدة بوجودك معايا وان شاء الله نشوفك نجم كبير، بس دايما لازم تدريب الصوت، انا اوصيك بده لان الصوت محتاج يتدرب اكتر عشان يكون متمكن من مهاراته اكتر. مش بس اتقان الآلة دي مهمة، لكن كمان تدريب الصوت، بما انك هتبقى مطرب وحريص انك بتغني الاغاني القديمة وغنيت لكبار المطربين، فلازم تدريب الصوت. شكرا يا محمد على وجودك معانا وان شاء الله مزيد من التوفيق. يا رب ان شاء الله. مشاهدينا بشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وفاصل قصير ونعود مع الزميلة كارولين وفقرة اخرى من فقرات هذا اليوم.